نبدأ رحلتنا مع الأستاذ زكريا حول بيت السيدة. كلميني عن ظروف كتابة هذا العمل. بيت السيدة. والله هو مفيش ظروف معينة دعتني لكتابة هذا العمل، يعني حدث معين ظروف؟ لا والله، هو أنا الفكرة بدأت إزاي الفكرة؟ جت في ذهني. أنا ربما يعني أنا كان جوايا دايما هاجس، أريد أن أكتب التاريخ الحديث والقريب من وجهة نظر محايدة. يعني طبعا نعلم جميعا أن التاريخ دائما يكتبه المنتصر، يعني إذا كان هناك متخاصمان فالمنتصر هو الذي يكتب التاريخ. نعم. وده طبيعي. فدائما نجد دهاليز وكواليس في التاريخ لم تذكر، وربما وليس مسكوتا عنها فقط، ده ربما يذكر عكس ما حدث، عكس الحقيقة التي حدثت. فكان هدفي ان انا اكتب التاريخ بشكل محايد، ولا اتحيز لايديولوجيا معينة، ولا اتحيز لجهة معينة، ولا اتحيز لاشخاص بعينهم. فحاولت قدر الامكان في بيت السيدة ان افعل هذا. ربما كان هذا هو الباعث. ده السبب الرئيسي، يعني الرئيسي او الباعث على كتابة بيت السيدة. سحر انه يكون في ملابسات، و يعني احيانا في روايات طبعا بتبقى مكتوبه لانه في حدث وقع امام الكاتب فاستفزه هذا الامر فكتب عنه، او لكن هنا نحن امام قضيه. اكيد. يعني الاستاذه نهى تتميز بان لها فلسفه خاصه. نعم. وكل من له فلسفه خاصه يريد التعبير عن هذه الفلسفه. هو فقط يبقى محتار يحط هذه الفلسفه في قصه ولا في روايه. القالب اللي يطرح القضيه على حسب حجم الفكره وعلى حسب حجم القضيه التي يناقشها ياتي القالب. نعم. ومن هنا كانت فكره الروايه دي. انا طبعا انا بتبنى هذه الفكره لانه انا اكتب، وفي الوقت ذاته انا يعني انظر الى العمل بعين نقديه الى حد ما. فانا يعني يمكن انا يعني متقمص دور الشخصية الأستاذة نهى وبجاوب عن سؤال حضرتك. طب اسمح لي يا أستاذ زكريا، بما إننا هنبدأ الرحلة إلى بيت السيدة، دائما يقال أن للعناوين دلالتها، ولكن هنا في بيت السيدة نجد أنه العنوان لا يشي بدلالته إلا إذا تعمقنا في قراءة الرواية. فقد يشير العنوان إلى، هل تتحدث عن بيت السيدة ذلك البيت الموجود في حي السيدة، أم تتحدث عن البيت الكبير الوطن الأم؟ كلمني عن دلالة العنوان. والله هو العنوان هنا في هذه الرواية بنكتشف داخل الرواية هو يعني لماذا اختارته الكاتبة عنوانا لهذه الرواية. نعم. لأنه منطلقا برضو من فكرة الفلسفة بيرتبط بهذه الفكرة فكرة التجريد. نعم. فكرة التجريد، والتجريد دي فكرة مهمة جدا في الفن، لأنه كل فن يخلو من التجريد والرمز بيبقى فن لا يعول عليه. لأنه دايما احنا الكاتب بيبقى بيحتاج إلى شحذ همم القراء وأفكارهم وعقولهم لكي يتناول القارئ العمل مع كاتبه. نعم. يتفكر معه لماذا كتب ذلك، ولماذا. من ضمن الأسئلة المطروحة لماذا اختارت الأستاذة نهى بيت السيدة عنوانا لهذا الكتاب. عندما نتوغل ونقرأ هذه الرواية نكتشف أنه كان عنوانا مناسبا جدا، لأنه كما تفضلت حضرتك هو مختصر الوطن، هو رمز، واحنا بنسميه في النقد يعني المعادل الموضوعي. نعم. أن أتخذ من هذا البيت معادلا موضوعيا للوطن بأكمله. ثم بيت السيدة، طب هو بيت، طب ليه السيدة؟ السيدة هي سرة المدينة، سرة المدينة، مدينة القاهرة. إذا نحن نتكلم وكأن الكاتبة يعني بالكاميرا بتعمل زوم شديد جدا على النقطة التي تريد أن تتكلم فيها. نعم. فاختصرت هذا الوطن في هذا البيت. نعم. فأصبح هذا البيت رمزا لكل الوطن. فما يجري على هذا البيت هو الذي جرى على الوطن. احنا هنا دي اللعبة بقى اللي احنا دايما الكاتبة بتعملها، واحنا بنستمتع بيها اثناء القراءة، لأنه كل ما نفتكر البيت بعد ما نخلص نفتكر انه ده الوطن، وكل ما نفتكر ما حدث للبيت نفتكر ما حدث للوطن، وكل ما نفتكر ما حدث لأهل البيت نفتكر ما حدث لأهل الوطن. جميل.
يعني ما شاء الله ناقد يعني أستاذ زكريا، طبعا ناقد كبير. طبعا يعني ما شاء الله. لكن اسمحي لي برضو استاذه نهى، يعني لو سالت حضرتك نفس السؤال، اختيار عنوان بيت السيده اكيد كان له دلاله خاصه عند حضرتك، اختيار العنوان. لا دلاله خاصه، لا، انما دلاله عامه مرتبطه بالنص، لكن دلاله خاصة مقصوده، لا مش هي مقصوده، مقصوده يعني مش يعني انا لا خاصه بشخص حضرتك. لا ما عشتش في السيده، ومعلوماتي عنها قليله جدا، لم ازر يعني اي بيت في السيده، او يعني ربما وحتى منطقة السيدة زينب في الحقيقة لم أزورها. وهذا البيت أصلا ليس موجودا، يعني هو على الحقيقة ليس بالظبط. موجود. أنا بقول لحضرتك متخيل، بقول لحضرتك فعلا يعني العنوان لا، هو لازم القارئ يدخل لقلب الرواية ويقراها على أساس يقدر يوصل للمقصود. لكن في بيت في الرواية، في بيت موجود في السيدة وموصوف، وحتى بعض النقاد في الحقيقة يعني كان لهم ملاحظات جيدة على وصف البيت. صحيح. يعني قالوا ان البيت موصوف، لا دي اكيد انت يعني قالوا انت اكيد شفتي البيت ده. لا في الحقيقة لا، هو من خيالي، وكنت ايضا حتى تفاصيل وصف البيت كنت اقصد كنت اقصد بها شيء، واقصد اضفر به الروايه وله معنى في الروايه اكيد، يعني حتى أكيد. تفاصيل، حتى الاعمده اللي في الخارج، حتى الحديقه المهمله الصغيره الاماميه والمحيطه بالبيت، كل هذا كان له دور في الروايه، وصف البيت كان له دور في الروايه. صحيح. ده ابداع ما شاء الله. يعني ان هي يعني اي قارئ هيقرا العنوان هيتصور ان حضرتك ليكي ذكرى في المكان ده او في بيت اختيار العنوان بنفس الاسم. لكن هي الحقيقه لا، هي له ذكرى في هذا البيت الحقيقي. اكيد. استاذ زكريا، روايه بيت السيده يعني بتتحدث او بتغطي فتره تاريخيه من اهم فترات تاريخ مصر الحديث، هل يمكن ان نطلق عليها روايه تاريخيه؟ مفهوم الروايه التاريخيه مفهوم يعني ملتبس شويه عند البعض، يعني نعم. في ناس بتظن ان انا عشان اكتب روايه تاريخيه لابد ان اسرد التاريخ. نعم. لكن الروايه التاريخيه من وجهه نظري هي كيف يجرد الكاتب التاريخ لكي يعني يجعله تكئه للكتابه لا اكثر، هو بيخليه خلفيه، لكن الواقع هو الكتابه واقعيه، يعني احنا وكأن كأن هذا المكتوب في هذه الروايه هو واقع عشناه كلنا. نعم. لكن يتكئ على التاريخ لانه بيعتمد على فتره زمنيه، الفتره الزمنيه في مصر الحديثه يعني ما قبل الثوره، الروايه موضوعها يعني ما قبل الثوره وحتى بدايه الثمانينات من سنه 1923 تقريبا، القرن الماضي. فطبعا انعطافا بقى على ثوره 52 وما حدث من متغيرات في المجتمع، ثم ما يعني ابتلينا به في نكسة 67 طبعا. ثم انتصار 73 ثم الانفتاح الاقتصادي، كل هذه المراحل تناقشها الرواية بعمق شديد جدا وبشفافية شديدة جدا وبنعومة شديدة جدا. يعني احيانا بعض الكتابات تجد انها مباشرة حد يعني الغش، ان هو واضح جدا الكاتب، لا الكاتب هنا لا يقصد ان هو يسجل تاريخ ولا يعيد قراءة التاريخ كتاريخ، نعم، لكن يعيد قراءة تأثير التاريخ على المجتمع وكيف ينبغي لنا أن نعيد النظر في هذه المرحلة لنعيد بعض المفاهيم المغلوطة، بعض المصطلحات المغلوطة، بعض الأفكار اللي المفروض يعني نصحح بعض مفاهيمنا عنها. أكيد. طبعا ما شاء الله، يعني هو ثراء كبير موجود في بيت السيدة، ان حضرتك تناولتي احداث تاريخية واحداث سياسية. يعني القضية اللي كانت بتشغل حضرتك انك تتكلمي فيها خلال كتابة بيت السيدة، هل قضية تاريخية، قضية سياسية، اوضاع وطن، ايه بالظبط اللي كان بيشغل حضرتك اثناء الكتابة؟ هو احنا طبعا اي كاتب بيكون مهموم بقضايا الوطن وقضايا العالم كمان، مش قضايا الوطن فقط يعني. طبعا ده له صله بالعالم، فهي يعني في عده قضايا في الروايه بعبر عنها، وعده افكار، وكما تفضل الاستاذ زكريا يعني ان انا
لا اقدم تاريخ، يعني ما اقولش مثلا 1930 حصل كذا، هي نعم. الروايه بتبدا مثلا 1931 بالظبط. وانما مثلا لما اقول دستور 23 وكان من على لسان احد الابطال، حوار بين الابطال، فاقول مثلا مر على دستور 23 الذي اعتمده مش عارفه الذي مر عليه 7 سنوات. نعم. فكده فهمنا ان الحدث والمتحاورين بيتكلموا سنه 30. في لوحه في الروايه برضو دي كشف عنها النقاب منذ 10 سنوات. على ذكر اللوحه بقى، اتفضل. لان اللوحه دي مهمه جدا في الروايه. أيوة. استاذنكم فاصل ونرجع تاني نكمل الحكايه. اهلا بكم معانا بعد الفاصل. نرجع للاستاذ زكريا اللي خرج بينا للفاصل، ونرجع له ونسالك يا استاذ زكريا، حضرتك خرجتنا من الفاصل واحنا بنتكلم في ايه؟ احنا كنا بنتكلم على فكره اللوحه الموجوده في الروايه. نعم.